هنعمل النهارده الفراخ المشوية في الفرن ومعاها صوص رهيب بجد. أكلة سريعة جدا بعملها في وقت الزنقات. لو أول مرة تشوفونا ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. هنبتدي كلامنا بالصلاة على حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. هنجيب عندنا الفراخ ونكون غاسلينها كويس وحاطينها في محلول الملحي، ونفتحها فتحات عشان هنعمل التتبيلة تدخل فيها كلها وتتشرب بالتتبيلة بتاعتها. نستخدم وراك، هنستخدم صدور او الفرخة كاملة، كل واحد على حسب ما يحب، مش مجبرة مثلا بالصدر او ورك. انا عندي وراك وفتحتها. هعمل بقى الصوص اللي هو التتبيله بتاعتها. معايا بصل وفلفل وطماطم وتوم. هنجيب عندنا الخلاط بتاعنا او الكبه اللي نطحن فيها، ننزل بالبصل والفلفل والطماطم ومعاها فصين توم. ولو هنزود الكميه في الفراخ، يبقى هنزود معاها يعني بصلتين فلفلتين توم اكتر 4. معايا جنزبيل فريش وبابريكا وملح وكزبره وفلفل اسمر، ونص كوبايه زيت زيتون، وحطيت معاها دبس رمان. ممكن صويا صوص عادي، بس الدبس الرمان بيكون ليه طعم نكهه كده، بيحلي طعم الاكل اكتر. ومعلقه معجون طماطم. هنطحنهم مع بعض كويس جدا، ونتبل بقى بيها الفرخه بتاعتنا. هنحطها عليها ونفضل بقى ندخل التتبيله دي في الفتحات وتحت الجلد في كل حته في الفرخه، عشان تتبل كويس جدا، ونسيبها على جنب كده في التلاجة، ما يقلش عن يعني نص ساعه، قبل ما احنا نقطع بقى ونلم الخضار اللي عندنا في التلاجة كله نحطه. مش هيفرق معانا بقى نحطه تحتيها، هتعمل لنا صوص. طماطم ترنشات، فلفل اخضر، بطاطس، بسلة، فاصوليا، اي حاجة. هنحط كمان كده فصين توم مع بصلاية مقطعة ترنشات، واي خضار معانا عشان برضو نعمل صوص كده، او عايزين حاجة تكمل ان ناكل بيها يعني مع الرز. انا عندي بطاطس حطيتها مع بصلايه مقطعه، فلفل ترنشات، طماطم وفصين توم عليهم، ورشه فلفل اسمر ورشه ملح عليه. وبعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي عليها، او بعد ما انا كنت سايباها نص ساعه في التلاجة على اساس ان هي تتشرب في التتبيله شويه. وهنزل بباقي التتبيله بتاعتي اللي كانت موجوده متبلاها بيها. وبس كده خلاص جاهزه. هكون مسخنه الفرن عندي على حراره عاليه، مجهزاه من قبل ما انا اعملها، وهدخلها الفرن على اعلى حراره بالظبط حوالي ساعة وربع، من ساعة وربع لساعة ونص كانت استوت معايا. طريقتها سهلة جدا كده، هي استوت اخدت بالظبط في الفرن معايا ساعة وربع بس، وكانت مستوية حلوة قوي، البطاطس مع الفراخ وكله استوى، ونزلت معاها الصوص بتاعها، يعني كان حاجة فوق الخيال. مزودتهاش مية ولا اي حاجة خالص، بس هدخلها الفرن تاني تاخد وش حلو جدا. بس كده، الف هنا وصحة عليكم بجد، طريقة سهلة جدا وفوق الخيال، طعمها روعة روعة روعة. ما خدتش وقت خالص، يعني انا تبلتها وحطيت الخضار اللي عندي كله ودخلتها الفرن. اكلة سريعة جدا في الزنقات معاكي، وطعمها فوق الخيال، مع رز بشعرية جنبها رز ابيض، ممتازة بجد. الف هنا وصحة عليكم. لو عجبكم الطريقة والفيديو ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك وشير، وجربوها وقولي لي ايه رأيكم في التعليقات. ان شاء الله تعجبكم. طريقة سهلة جدا وبسيطة. والصوص بتاعها رهيب بجد. طعم الصوص بتاعها رهيب رهيب رهيب. بأي خضار عندكم تستخدموه في البيت، اي خضار فضوا التلاجة وحطوها تحتيها، هيعمل معاكم صوص رهيب بجد، تاكلوا بيه الرز كده جنب الفراخ، حاجة فوق الخيال بجد. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.